أخبرتك أن تبتعدي عن الأولاد. سينتهي بك الأمر في حالة مزرية. أعلم أنك ترى أنك تهتم بي يا جيمي، لكن أصبح الأمر مزعج جدا. صفعت الباب في وجهه ثم غادرت، لكن كان موعدي الأول فظيعا. كان الفتى مملا واستمر بالحديث عن مدرسته القيمة الفاخرة، وفي لحظة ما بدأ الحديث بقذارة عن مدرستنا الحالية وكم أنها ملقى نفايات وأن كل من بها مقرفون. فخرجت في منتصف وجبتنا. وصلت المنزل ووجدت جيمي في انتظاري، فأخبرته أن الموعد كان رائعا. لم أكن لأخبره أنه مخزن. ظن أصدقائي أن امتلاك أخ كبير قد يكون رائعا، بما أن علي الخروج مع صديقه المفضل ونجم مدرستنا شيلدون، لكني رأيت كلاهما حمقى. دائما ما تحدثا حول ارتداء الملابس الداخلية لأيام، وأقاما مسابقات تجشؤ وجعلاني أحكم. مقرف. كما كانا واقعين بالمشاكل دوما بسبب التسلل من الفصول، وتم الإمساك بهما وهما يدخنان ذات مرة، وجعلاني أقسم بأن لا أخبر أمي، واضطررت لإخفاء أسرارهما الغبية. ذات مساء بينما عدت للمنزل رأيت سيارة شيلدون أمام المنزل، وكان يغسلها بينما يخلع قميصه. لم أتوقف عن التحديق بجسمه. أتحبين ما ترين؟ يا إلهي، هذا محرج جدا. لم أكن أحدق بك. مهلا، أريد رقم صديقتك، تلك ذات الشعر الأجعد. ولماذا قد أمنحك إياه؟ أعلم كيف تعامل الفتيات. أنت مجرد فاطر قلوب متسلل. تبكي الفتيات في حمام المدرسة يوميا بسببك. حسنا، إنهن يقعن في حبي بسرعة وهذا غريب. كما لم أجد الفتاة المنشودة بعد. لا أعلم لماذا، لكن كانت طريقة نظره إلي تسارع من نبضات قلبي.